السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من خميس الجدل. النهارده هنتكلم عن عمي حبيب. عمي حبيب من أكبر رجال الأعمال الموجودة في مصر، كل شوية يطلع بتصريح ناري. عمي حبيب صاحب شركة ديفلوبمنت وشريك في شركة إنشاءات كبيرة جدا. شركة ديفلوبمنت بتاعته ما سلمتش غير مشروع واحد، طبعا من أكبر المشاريع وأفظع المشاريع الموجودة في الشيخ زايد. من ساعة ما عمل الشركة بتاعته وهو كل شوية يطلع بتصريح ناري. عمي حبيب هو أول واحد على الأسعار بتاعته كمطور. وكانت حجته ان مواد البناء يا جماعه غليت قوي. عم حبيب بعديها دلوقتي هو اول مطور في مطورين كبار بيقول لك لا احنا محتاجين يا جماعه نقلل الاسعار. ليه؟ لان عم حبيب اسعاره بقت قريبه جدا من اسعار سودك واسعار اعمار واسعار مطورين اكبر منه بكتير، ومسلمين عدد مشاريع ضخم جوه مصر وبره مصر. وهو طبعا بيبيع باسمه مش باسم الشركه نفسها. وحتى الشركه السابقه بتاعته اللي هي شركه شراكه اسريه، يعني في شويه مشاكل الناس اللي عايشين في المشاريع بتاعته بالذات هتبقى عارفاها كويس قوي. فيا ريت يا عم حبيب كفايه كل شويه تصريحات ناريه. يا ريت لو احنا نتكلم عن المرتبات بتاعت الناس نعلي المرتبات بتاعت الناس شغاله عندنا عادي. مهندسين خبره 3 و4 و5 سنين بيقبضوا 8 9000 جنيه، حرام. يا ريت لو احنا نتكلم ونطلع بتصريح ناري كل شويه، نشوف نفسنا الاول، شوف ايه التصريحات الناريه اللي الناس ممكن تقولها علينا. يا عم حبيب انا علي عبد العزيز، لو احتجت اي استشاره عقاريه تقدر تسالني، هجاوبك بكل صدق حتى لو مش هشتري محل.